سيرم هيغنيكي عن جلسات المايكرو نيدلينج اللي هي الديرما بان والديرما رولر بمنتهى البساطه، لان السيرم ده فيه سنون بتشتغل بنفس الطريقه. هو ايه الكلام ده؟ تقريبا ده اشهر سيرم دلوقتي موجود في الصين وفي اليابان وفي كوريا، وخلينا نقول ان هو بدأ ينتشر في مصر. هكلمكم النهارده عن سيرم المايكرو نيدلينج، هقول لكم المواد الفعاله وطريقه الاستخدام وموانع الاستخدام، وهوريكم نتائج مبهره بصراحه فظيعه من سيرم كوري جديد. ولازم تكملوا الفيديو لاني هعرفك ازاي تطلبيه ايا كان انت فين في العالم. عشان ما اطولش عليكم، واللي لسه مش عارفني انا دكتور ناديه، اعملوا لي سبسكرايب ويلا بينا نبدا. فكرة ان احنا نستخدم سيرم جواه سنون حقيقية زي الصور اللي انا حطاها لكم دلوقتي دي على بشرتنا اكيد مرعبة، ولما جيت شفت السيرم ده في الاول وشفت نتائجه جه في دماغي تساؤلات كتير، زي ان السنون دي تعتبر مواد غريبة بتتحط على بشرتنا، بتروح فين؟ بتدوب، بتقشر البشره، بتنزل مع الغسيل، انا مش عارفه. وفعلا الموضوع ده اثار جدل كبير في امريكا لما السيرم بدا ينتشر هناك. والتساؤلات الكتيره دي زي ما جت في بالكم اكيد جت في بالي، فجمعتها كلها في الحلقه دي عشان اكلمكم على سيرم المايكرو نيدلينج اللي هو VT سيكا ريدل شوت. اسم السيرم كده سيكا ريدل شوت، هنفهم ان اهم المواد الفعاله اللي موجوده جوه السيرم هي اكيد ماده السنتيلا اثياتيكا او السيكا. يعني السيرم دوت بيساعد في ترميم حاجز البشره ومضاد للالتهاب بشكل كبير، ولكن السيكا اللي موجوده فيه مش سيكا عاديه كده زي اي حاجه بنستخدمها بايوديرما او افان او غيره، لا، هم حاطين الماده دي على النيدلز بتاعه السيرم، يعني محمله على النيدلز زي ما انا مورياكم كده بالظبط. والنيدلز دي او السنون دي عباره عن سيليكا او هيدرولايزد سبونج بتدخل جوه الجلد لما بنحط السيرم على بشرتنا وتجرحه بالظبط زي ما تكوني مستخدمه المايكرو نيدلينج اللي هي الديرما بان او الديرما رول، وده بيساعد ان المواد الفعاله تدخل اعمق وتمتص بشكل احسن. اهم فوائد السيرم كمان ان جواه ماده النياسيناميد، والنياسيناميد احنا عارفين ان هو من اهم الحاجات اللي بتضيق المسام، وكمان بتحسن شكل البشره لو شكلها باهت، وبتنظم افراز الدهون. وزي ما انا مورياكم ده حجم المسام بالنسبه لحجم النيدل او الابره اللي موجوده جوه السيرم ده، فده معناه ان في اختراق احسن بكتير للبورز او المسام، والمواد الفعاله بتوصل بشكل ما وصلتش ليه قبل كده. ومش بس كده ده اللي موجود جوه السيرم، لا كمان جواه امينو اسيد كومبلكس او احماض امينيه مركبه عشان تغذي البشره وتساعد في تعزيز حاجز البشره. هم ما نسيوش طبعا الهيالورونيك اسيد، بما اننا هنخترق طبقات البشره بقى، وحاطين تريبل هيالورونيك اسيد في صوره الصوديوم هيالورونيت عشان امتصاصه يكون رائع. غير فوائد المواد الفعاله اللي احنا قلناها جوه السيرم، هم بيستخدموه في كوريا استخدام تاني خالص، لانه بيساعد على زياده امتصاص اي مواد فعاله تحطيها بعده بنسبه 400%، طبعا لانه بالظبط زي المايكرو نيدلينج. فلو انت بتستخدمي ريتينول ينفع تستخدميه بعد السيرم ده، لو بتستخدمي اي فيتامينز سواء سي او نياسيناميد او غيره تقدري برضو تستخدميها بعد السيرم ده وهتديكي فعاليه اكبر بكتير. السؤال اللي كان هيجنني، يا ترى قوام السيرم ده عامل ازاي وبيوجع ولا لا؟ يعني لما بنحطه على بشرتنا هنحس بقى بشكشكه وكده ولا الوضع ايه؟ هو قوامه جل كريم زي ما انا مورياكم بالظبط كده، فده قوام امتصاصه حلو. وهل بيوجع ولا لا؟ كل اللي جربوا على ايديه قال لك مش بنحس بحاجه خالص ومش بيوجع تماما، طبعا لان سمك الجلد في الايد مختلف عن الوجه، ولكن اللي حطوه على وشهم حسوا بزي وغز كده بيزيد مع زياده التركيز. واحنا عندنا تركيزات كتير انا هشرحها بالتفصيل، بس الاول انا بقول لكم طريقه الاستخدام. انت لازم تحسي بتنجلنج كده او وغز لما تيجي تحطيه، لان طبعا السنون بتخترق حاجز البشره، فطبيعي جدا انها توجعك شويه. وده نقلني للسؤال التاني، يا ترى لما بنحط السيرم بنحطه زي الهيالورونيك اسيد كده باي تابنج، يعني ان احنا بنطبطب عليه على بشرتنا، ولا باي رابنج زي اي سيرم تاني انت عايزه تحطيه عشان تستفادي منه استفاده اكتر لو انت طبعا بشرتك مش حساسه؟ فالاجابه هي ان احنا بنحطه افضل تابنج كده مش رابنج، لان الرابنج ممكن يجرح البشره اكتر مع زياده السنون دي، ولو انت بشرتك حساسه هتعمل مشاكل. وفي ناس فعلا قالت ان هو طلع لها بيمبلز او حبوب مع بدايه الاستخدام. هو احنا عارفين انه ده طبيعي مع اي منتج جديد ان احنا ممكن يطلع لنا شويه حبوب، بس في ناس فعلا عمل لها التهاب جامد لما استخدموه بطريقه الرابنج. والطريقه دي اثارت جدل شويه في امريكا من دكتوره مشهوره بورد سيرتيفايد ديرماتولوجيست اللي هي دكتور دري. قالت لما بنعمل رابنج لماده غريبه زي السيليكا في بشرتنا ممكن تمتص اعمق في البشره، فبالتالي تعمل مشاكل لانها جسم غريب.
وهنا كان رد فيتي كوزماتكس اللي هي صاحبه السيرم سيكا ريدل شوت، قالت ان السيكا او السيكا نيدلز ديت السنون لما بنحطها على بشرتنا لا تمتص الا عن طريق الطبقه الخارجيه فقط، يعني ما بتوصلش لطبقه الديرمس، وبتفضل على البشره لمده 3 ايام فعاله، وبعدها بتسقط اوتوماتيكلي واحنا بنغسل بشرتنا. طمن الناس شويه وخلى ناس اكبر تحب تجرب التركيزات المختلفه. جدير بالذكر ان السيرم ده ما ينفعش نستخدمه في منطقه مدار العين، ما ينفعش نستخدمه حوالين الفم لان دي مناطق حساسه. والجديد بقى بالنسبه لي ان احنا ما ينفعش نستخدمه على رقبتنا، الشركه منعانا من ده وقالت انه عمل حساسيه لناس كتير لما جربوا يستخدموه في منطقه الرقبه، فبالتالي هو من الممنوعات. بس لو انت بشرتك حساسه يفضل دايما تبداي بالتركيزات القليله. لو بشرتك بقى ملتهبه وفيها حبوب نشطه طبعا ما ينفعش نستخدمه خالص. اما الموضوع التصبغات فهو مفيد جدا لان جواه النياسيناميد ونتائجه حلوه قوي زي ما انا مورياكم، فبالتالي ينفع نستخدمه لنضاره البشره والتصبغات. وعشان اجيب لكم الخلاصه في السيرم ده انا اتفرجت على كميه فيديوهات كوري يا جماعه، جوجل ترانسليت تعب معايا، فهطلب منكم ان انتوا تعملوا لايك للفيديو اكيد وتعملوا له شير لاصحابكم وتسيبوا لي في الكومنت انتوا مبسوطين ان انا عملت الموضوع ده ولا لا. ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، انا بنزل اسك مرتين او 3 كمان في الاسبوع، وبنزل هناك شورتس مختلفه عن اليوتيوب هتفيدكم جدا في العنايه بالبشره والشعر. ويلا بينا بقى نشوف التركيزات. عندنا 5 تركيزات يا جماعه، وده منطقي، ما انت هتستخدمي سنون فاكيد عدد السنون متناسب مع التركيزات اللي موجوده. التركيزات هم 50 و100 300 700 و1000، وطبعا كل واحد منهم هو عدد السنون او السباكيولز اللي موجوده جوه السيرم ده. بنبدا اكيد بتركيز ال50 وهو مناسب للبشره الحساسه وينفع نستخدمه الصبح وبالليل، اما اي تركيز تاني يستخدم مساء فقط. تركيز ال100 بنستخدمه كل يوم بالليل عادي، طبعا لحد ما بشرتنا تتعود عليه نقدر ننقل على ال300 وده بنستخدمه كل 3 ايام، احفظوها 303. اما بقى تركيز ال1000 فبنستخدمه مره واحده بس في الاسبوع. البشره المعرضه للحبوب ينفع تستخدم التركيز ال50 وال100، ولكن اهم حاجه تكون الحبوب دي مش ملتهبه، ممكن تبقى اثار حبوب او بشره معرضه اصلا لظهور الحبوب. وفي دراسات كتير الشركه عملتها بتاكد ان شكل الحبوب وظهورها او معدل ظهورها قل بشكل كبير لما استخدمنا السيرم ده. تعالوا نشوف شويه نتائج بعد اسبوعين بس من الاستخدام. بعد اسبوعين بس من الاستخدام حجم المسام قل بنسبه 31%، عدد المسام قلت بنسبه 38%، ودي تعتبر نسبة تحفة طبعا. اما بقى عن ملمس الجلد اتحسن بشكل كبير، وامتصاص المواد الفعالة زي ما قلنا بقى اعمق واحسن. وفي شوية حاجات ممنوع ان احنا نستخدمها واحنا بنستخدم السيرم ده، زي مثلا الليد ماسك او الاجهزة اللي بننظف بيها المسام زي الابر مثلا، او اللي بنشيل بيها الدهون الزيادة، كل ده ممنوع لان هو بيزود تحسس البشرة. اما بقى لو انت بتستخدمي السيرم مهم جدا ان انت ترطبي بعده، ومهم برضو ان انت تكوني عامله اختبار حساسيه او باتش تيست، يا اما في الايد من هنا يا اما ورا الودن، وبتشوفي لمده يوم كامل بشرتك متحسسه منه ولا لا قبل الاستخدام. وما ننساش واقي الشمس تاني يوم. بالنسبه للليزر ممنوع ان انت تستخدميه قبل او بعد الليزر باسبوعين على الاقل. والجديد بقى ان احنا السيرم ده ترتيبه في الروتين بتاعنا عامل ازاي؟ بنحطه بعد الغسول مباشرة. طب احنا عارفين ان التونر بيجي بعد الغسول، لا هو ترتيبه قبل التونر، يعني الغسول وبعدين السيرم وبعدين التونر، وبعدين تحطي السيرامات بتاعتك اللي انت هتستخدميها ايا كان هي ايه، وتقفلي في الاخر بالمرطب بالليل. بعد ما عرفتوا كل حاجه عن السيرم، هل عندكم الجراءه ان انتوا تجربوه؟ وهل انتوا فعلا ملتزمين على جلسات الديرما بان او المايكرو نيدلينج ولا لا؟ انا عامه ملتزمه عليه، واللي متابعني في الانستجرام عارف. وزي ما وعدتكم في اخر الحلقه هقول لكم شويه عن السعر ونجيبه منين. هو سعره $40 تقريبا، وبينزل ل $25 في السيل. فين بقى؟ الموقع بتاع ستايل كورين اريبيا، تقدروا تطلبوه بيوصل لاي حته في العالم، بس طبعا بقى بيكون في جمارك وشحن، انا دي مش عارفه قد ايه حسب المكان اللي انت موجوده فيه. ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير، واكتبوا لي تحت في الكومنتس هتجربوا السيرم ده ولا لا. وهسيبكم دلوقتي مع حلقه اشهر تونر كوري وكمان اشهر سيرم موجود للتصبغات، واشوفكم في الحلقه الجايه.